واحد من الشباب مرة اتصل علي قال اشتي ينتحر. الله أكبر والفعل. والله كلما حكت أقسم لك بالله أن أتألم من كل قلبي. والله اتصل علي شاب ما شاء الله وسيم حي، كان في الجامعة، كان سنة أولى كلية الشريعة، ما شاء الله كذا وسيم وبدلة وكرفتة، يعني تصابون اللوكس إنه رائع، لكن عقله ما لسعة، جني بن جني. فقال لي يا شيخ اشتي أسألك سؤال. تفضل. قال لي ايش حكم الانتحار، حرام ولا حلال؟ كما قال سئلت فلان وسئلنا فلان وسئلنا فلان كلهم قالوا حرام. قلت انا بالنسبه لي الانتحار عندي حلال. والله قلت والله بس الشيء تجي عندي اللي يرويك كيف تموت. والله كنت احسب اني يمزح. والله اخذ سياره وجاء. صليت العصر، بعد الصلاه كنا صليت شفت واحد ما شاء الله كذا بدله ومهدى مهمه، سلم عليه قال لي انا هذا اتصلت قلت حياك الله حياك الله. نطلع نتكلم، طلعنا جلسنا في البيت شويه، وكان كل ما كلمني يبكي بكاء يا لطيف، بكاء يقطع القلوب، ويقول لي انا بالنسبه لي خلاص انا قررت انتحر اقسم لك بالله. وانا اقول يا جماعه قل لا اله الا الله، لا تعمل لي مصيبه في البيت، اصبر. ويقول لي انا بالنسبه لي انا خلاص انا قررت. طيب خليني افهمك اول شيء، قل لي ايش المشكله، عند ما حل ادي لك حل، اعاونك اساعدك. ويقول لي انا طيب خلاص نتفق انك تنتحر، بس قل لي ايش المشكله. قال لي شوف اصلا يعني انا حقيقه انا متحرك ما عليك الله لا احرجك، خابر بس خابر. قال لي شوف كنت احب واحده حقيقه، يعني كنت احب واحده وتزوجت. يوه جعل لك امان. قال هذا قمنا وليعلم الله ايش قد به وقع معك من مصيبه علشان استعاونه. قال لي والله. قلت طيب وين جاءت؟ قال لي خلت تزوجت. قلنا الله يفتح عليها، الله يفتح عليها، ما كتبش الله سبحانه وتعالى، ما كتبش الله، وربي دفعها عنك، ربما ربي يشتري لك واحده ثانيه احسن واجمل. لا يمكن ابدا، انا بالنسبه لي خلاص يعني انا قررت ولا يمكن. اقول لا اله الا الله ويبكي من كل قلبه. يا ريت ما به رضا الذي ضبطت الرواح. رجعت قلت له قم. إذا قلت يلا الليل تنتحر. قال لي أيوة. قلت الليل. خرجت إلى الزفلت. أول ما خرج إلى الزفلت وقف لي عند الرصيف والخلطة جاء. قلت شوف صلي على رسول الله، اللهم صل على رسول الله. قلت يا أخي شوف دي محب يا ابني، الله يحفظك، دي محب. كيف يحب؟ إن المحب لمن يحب مطيع. ايش جاي؟ قال لي خلاطه. قلت يا سلام، شوف بدل ما تجعجع وتتبهذل او تتكسر ويجي يعالجوك القلبيين وانت لا تحته، يمسحك الا طرحه واحده تفتح الا الابد لا البعود. قال لي الله ما عاد عين الا قاطره، وطبعا عين لك متر. صلي على النبي. ايش عين لك انا؟ عندك تموت ترتاح يلا الليل. قال يعني مش قلاب وما اذا تعال شكله طلع حق الحب. خب بالي تعال، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فواحد لما يعيش مع القرآن الكريم فاني والله. أصحاب القرآن مستمتعين بالقرآن والتلاوة والمراجعة والحفظ، ما عنده هم ولا عنده غم ولا عنده ضيق ولا عنده حزن ولا عنده كرب، مرتاح نفسيا. لكن من ترك القرآن والصلاة والأذكار قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك حياته كلها ضنك، أكله كله الزبل، حياته كلها ملل، لأنه ما بش قرآن كريم ولا صلاة. ماذا تتوقع؟